تجربتي كجيم ديفلوبر او مطور العاب بعد سنه زي النهارده. السنه اللي فاتت قررت ان انا ابدا في مجال الجيم ديفلوبر، اكتر مجال بحبه. قدرت الحمد لله ان انا اشتغل كويس كفريلانسر وكمان في شركه، وقدرت اكسب كام من مجالي فريلانس على مدار السنه كلها. ازيك عامل ايه؟ انا زياد وايوه فيديو جديد. الموضوع ما بدأش قوي السنة اللي فاتت، الموضوع بدأ معايا وانا عندي 5 6 سنين. كان عندنا كمبيوتر في البيت عليه عشقت حاجة اسمها الألعاب، مرورا بقى ببلاي ستيشن 2 ببلاي ستيشن 3 بإكس بوكس. بس كان دايما في حتة عندي كده كل ما اشوف لعبة او العبها انا بس كان نفسي الشخصية يبقى عندها حاجة، كان نفسي اضيف حاجة للعالم بتاع اللعبة، عايز اعدل حاجة. لحد ما بتيجي 2020 كلنا كنا فاضيين ساعتها، وانا قررت ساعتها ان انا ابدا اعمل لعبه. ما كانش عندي اي فكره بالبرمجه ولا اعرف ان هي موجوده اصلا. دخلت على اليوتيوب دورت، انا كان مخيلتي ان انا اعمل لعبه ان انا عادي اقعد اسحب شويه حاجات، كل حاجه بتعمل حاجه. يعني مثلا اقعد اسحب ويدجت او بروكايه مثلا دي اللعيب، واسحب بروكه تانية دي العالم، واقعد اظبط فيه وبس ابقى عملت لعبه. بس اكتشفت من الفيديو ان انا محتاج اعرف حاجه اسمها برمجه وفي لغات معينه، ففكست للموضوع ونسيته عموما. ما عدا ان دي اكتر حاجه كان شغفي رايح ناحيتها، وانا كده كده بمرور الايام عمال العب كل يوم. بعدها في سنه في 2021 الشغف ده بيرجع لي تاني ان انا عايز اعمل لعبه، فبقرر اخد الخطوه وبنزل يونيتي وبنزل انريل انجن وبخلص باقه النت الشهر ده، لاني ما كنتش عارف انزلهم ازاي. فنزلت كل نسخ انريل انجن حوالي 112 جيجا وفتحتهم وانا ما اعرفش اي حاجه فيهم. فتحت الواجهه او اليوزر انترفيس بس لقيت الموضوع معقد فمسحتهم كله، عشان يجي صيف 2022 ويبقى عندي الاوبشن ان انا اخش صيدله او كمبيوتر ساينس. الحمد لله ربنا بيكرمني واخش كمبيوتر ساينس فعلا، اخش في جامعه واحول من جامعه عشان اتعلم يعني ايه برمجه، اخد الاساسيات، اعمل لعبه. اول لعبه في حياتي اعملها في الترم الاول من الجامعه بتاعتي، عملتها بسي بلس بلس على الكونسول ابلكيشن عادي عشان اخلص اول سنه ليا في الجامعه. ويجي صيف السنه اللي فاتت 23 الحمد لله خلاص فهمت يعني ايه برمجه، عرفت يونيتي عايز ايه عشان يشتغل ويشتغل ازاي، عرفت انريل انجن عايز ايه، وقررت امشي في طريق الجيم ديفلوب. انا كنت حابب ابقى بروفيشنال في الاول، فقررت ان انا اخش على يوديمي اشتري كورسات لتطوير الالعاب. وانا كنت حابب يونيتي اكتر لسبب ما، فقررت ان انا اتعلم سي شارب الاول، بعد كده اتعلم الجيم ديفلوب. اقول لك الكورسات اللي انا خدتها، ولو عايز تقييم ليه عشان تشتريه او كده. كان كورس كويس عرفني يعني ايه سي شارب، فادتني جدا 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 في الديسكتوب ابلكيشنز، فادتني في الباك اند في حاجات تانية كتير. الراجل اللي كان بيشرح لي ده كان اسمه كريس حاجه، فقررت ان انا اشوف عنده ايه كورسات تاني. لقيته عامل كورسات مع ناس عن مجال تطوير الالعاب وال 3 دي وال 2 دي، فاشتريت كورس ال 2 دي بتاعه كتجربه، ولو عجبني اشتري ال 3 دي. الكورس كان ماشي كويس لحد نصه كده، وبعد كده ابتدوا يكروتوا حاجات كتير ما يشرحوش كويس. بس عموما كان كورسه مش وحش، بس كان في احسن منه بكتير. بعد كده اشتريت كورس ال 3 دي ده، كورس كويس وعلمني يعني ايه 3 دي، خصوصا ان انت في البدايات ال 3 دي ده هيبقى اصعب حاجه، لانك بتتعامل مع اكتر من حاجه غير البرمجه، حاجات زي اللينير الجبرا وفيكتور فيزيكس. وزي ما هتعرف في الفيديو الجاي، لان ان شاء الله انا هعمل فيديو ازاي تبدا طريقك في مجال الجيم ديفلوبمنت او تطوير الالعاب، هقول لك تمشي ازاي وما تضيعش وقتك ازاي في حاجات ملهاش لازمه، ايه الانجن او المحرك الاحسن في الاول، تطبق منين وازاي، وتعمل العاب ايه في الاول. بس كده خدت الكورسات دي، فهمت منهم الاساسيات بتاعه الحاجه سواء 2 دي او 3 دي، وفكره برمجه الالعاب عموما. لان برمجه الالعاب او مجال الجيم ديفلوبمنت واحد من اصعب مجالات البرمجه، لانه بيعتمد على حاجات كتير انا بكرهها زي اللينير الجبرا او الماس او الكالكولس عموما. ولو انت عايز تبقى بروفيشنال في المجال لازم تفهم الحاجات دي كويس وتذاكرها وتحبها. كان الموضوع صعب عليا قوي في الاول، باخد الكورسات دي بطبق، وبعد كده بدخل على اليوتيوب اشوف شويه توتوريالز، بعمل كذا بروجكت وكذا لعبه. ممكن تجرب حتى شويه من الالعاب دي والعاب تانية انا عاملها زي رينج اتش دوت اي او، كل الالعاب فري عادي، جرب براحتك، منها العاب اونلاين والعاب موبايل. دي مش كل الالعاب اللي انا عاملها، بس الالعاب اللي متاح ان انا انشرها. ويمكن المشكله اللي واجهتني شويه ساعتها ان انا كان نفسي اشوف حد بيشرح مجال تطوير الالعاب او الجيم ديفلوبمنت بالعربي، ويمكن اللي لقيتهم بيشرحوا بالعربي في اليوتيوب ساعتها كان يا اما فيديوهات قديمه جدا من 4 5 سنين، وفي المده دي اساسا المحرك نفسه والانجن نفسه اتغير. ده غير ان لغه البرمجه اللي بيستخدموها في الانجن يا اما اتغيرت فيها حاجات يا اما حاجات اتضافت. وده يخليني اسالك سؤال، انا بفكر ان احنا ممكن نعمل مثلا فيديو او اتنين مدتهم ساعه نص ساعه كده، نحاول نعمل لعبه لطيفه مع بعض، يمكن واحده من الالعاب اللي تحت في اللينك، فيبقى توتوريال او شرح يعني للناس اللي عارفه برمجه ومش عارفه برمجه، ويبقى فيديو مدته من نص ساعه لساعه مثلا نعمل لعبه كامله. فلو حابب تشوف حاجه زي دي بالعربي يا ريت تقول لي تحت. فيا اما كانوا ناس عاملين الشرح ده من زمان، يا اما ناس عاملينه دلوقتي بس مش مكملين، يعني عامل فيديوهين ثلاثه وبعد كده وقف. وانا ساعتها كان الشغف واكلني وعايز اتعلم بسرعه وعايز اعمل العابي. المهم بتخلص اجازه الصيف الحمد لله بقيت ممكن نقول جونيور جيم ديفلوبر مثلا. الالعاب الخاصه اللي عملتها كلها لوحدي قليله، لوحدي ان هو مش بمساعده التوتوريال يعني ما اتفرجتش على شرح على اليوتيوب لحاجه عايز اعملها، بس بقيت فاهم الكونسبت، بقيت فاهم المفاهيم بتاعه اللعبه، ازاي اعمل لعبه من الصفر. عشان يجي في بالي فكره كذا لعبه عايز اعملهم، بس انا مش عايز اعملهم بس، انا عايز انزلهم كمان على ستيم.
بس مشكلتي مع ستيم ان هو بيبقى عايز $100 لكل لعبه تنشرها، فبقى الهدف قدامي ان انا عايز اجيب ال $100 دي، خصوصا ان احنا ساعتها كنا في شهر 10 او 11 اللي فات. فكره ان انا اقول لاهلي عايز 7000 وشويه عشان انشر لعبه، طب انت معاك اللعبه دي؟ لا. طب انت واثق مثلا ان اللعبه دي على الاقل هتجيب فلوسها؟ لا برضه. طب انت قادر تعمل لعبه اساسا زي دي تنشرها على ستيم؟ لا. كل دي كانت افكار في دماغي وما كنتش عارف اعمل ايه. فهنا بيبدا الموضوع بجد. كلمت عمرو صاحبي قلت له انا عايز اجمع ال $100 دي باي طريقه، وقلت له انا لو كده ممكن اخش مواقع الفريلانس، اعمل اكونت واجرب حظي، ان شاء الله اعمل شغلانات ب 10 او $5 وبقفل معاه اليوم ده وانا عامل اكونتين، واحد على خمسات والتاني على ابور. تاني يوم بصحى الصبح بدري، بعمل الاكونت بظبطه وبدخل البورتفوليو بتاعي. الكلام ده الساعه 9 الصبح مثلا، 11 ونص بيجي لي اول رساله على ابور لشغلانه انا قدمت عليها، باين من اسمها انها عميله او يعني واحده ست بتقول ان هي اتش ار في شركه في بولندا. هم شركه ابلكيشن ديفلوبمنت وجيم ديفلوبمنت، هم شركه صغيره لسه ستارت اب ولسه بادئين. بتقول ان هم عندهم مشكله في لعبه او ابلكيشن هم عاملينه على الموبايل. بتقول لي كمان الابلكيشن ده عملوا له ابلود على بلاي ستور بس لسه ما بقاش بابليك، فهم حابين ان هم ينقلوه عندي على الاكونت بتاعي بتاع كونسول بلاي ديفلوبرز، اللي هو الاكونت اللي بيخليك كديفلوبر تنشر العابك او الابلكيشنز بتاعتك. لان ساعتها في الفتره دي كان جوجل غير الرولز بتاعته او القوانين بتاعته، خلى ان انت لو حابب تنشر ابلكيشن او لعبه جديده حاجه زي كده. وانا كنت شاري اكونت من سنه ونص، وعمليه نقل الابلكيشن بين اكونتين بتاخد حوالي اسبوع. واكتشفت ان السوق ده بيتعامل كانه ايجار، اللي هو لو انت عايز تنقل ابلكيشن جوجل بلاي كونسول لبلاي كونسول تاني اليوم بيتحسب كايجار. الحمد لله كان التاسك بتاعهم بسيط، بتاع الابلكيشن ان انا اصلحه او اللعبه يعني، وفعلا كان تاسك رخيص ب $10، عشان كده قدمت عليه وقبلت فعلا ان هم يحولوا لي اللعبه بتاعتهم عندي، ارفعها واظبطها وبعد كده ابعتها لهم تاني، او ان هم يشتروا الاكونت بتاعي في بعدين. وانا ساعتها ما كنتش اعرف اسعار الايجار ده كام، اللي هو الايجار باليوم. فهم عرضوا عليا في اليوم $50 لمده اسبوع كل يوم. طبعا انا ما كنتش مصدق نفسي، وحتى كنت فاهم ان هم سكامرز او بيضحكوا عليا او نصابين او كده، بس هي حولت لي فلوس مقدم. اللي بحكيه لك ده يعتبر خيال، يعني مش بس رزق من ربنا، ده رزق كبير جدا. لان لو انت جربت في مجال الفريلانسر عموما، اي حاجه فريلانس، لو انت جربت في اي حاجه هتلاقي ان انت صعب جدا جدا يجي لك شغل بالسرعه دي او بالمبالغ دي. حتى بقدم على كذا شغل تاني على اب وورك برضه، بيجي لي اتنين بيوافقوا عليا، واحد ان انا اعمل له سيمبل جيم لان هو كمان بيدرس كمبيوتر ساينس وعنده بروجكت لازم يسلمه، كان ثمنه $30. وحد تاني كان عايزني اعمل له ري سكن للعبه بتاعته. فعلا الابلكيشن بيتنقل لهم وبعدين بيشتروا مني الجوجل بلاي كونسول. وساعتها كنت انا خلاص في الفاينل بتاع الترم الاول، باخد اجازه نص السنه فعلا. وبعد كده بلاقي الاتش ار دي بعتت لي تاني تسالني لو انا فاضي او حابب اشتغل معاهم بارت تايم في الشركه، بس هيبقى بارت تايم بالحب كده، ان انا في عدد ساعات معين لازم اشتغل فيه، في تاسكات معينه وفي ديدلاينز معينه لازم التزم بيها. بوافق فعلا، بخش تيم في كذا جونيور جيم ديفلوبر وسينيور جيم ديفلوبر، ده كان التيم مانجر بتاعي، اتعلمت منه كتير جدا. ومن 6 شهور لحد نص الشهر ده فضلت شغال معاهم. هم خدوني معاهم في الشركه لان طبعا هم بيعملوا كده مع الهنود والمصريين والعرب عموما، لان طبعا المرتب اللي انا كنت باخده كبارت تايم في بولندا عندهم او في اوروبا نفسها بياخدوا 6 اضعاف المرتب ده كبارت تايم وجونيور جيم ديفلوبر. طبعا احنا ارخص بكتير، فهي عموما كانت بتدور على حد في افريقيا او اسيا عموما. طيب كسبت كام من مجال الفريلانس غير طبعا الشغل يعني؟ وهل انصحك تخش المجال ده ولا لا؟ في خلال 9 شهور ونص تقريبا، قرب 10 شهور، كسبت مجموع الموقعين خمسات واب وورك حوالي $780. يمكن ده يبان مبلغ حلو جدا، بس حاول المبلغ ده بالمصري واقسمه على 10 شهور، مرتب قليل جدا جدا جدا. بس طبعا بالنسبه لي كان كويس جدا جدا الحمد لله، لاني كنت طالب. بس لو شخص عنده مسؤوليات مش هينفع. فانصحك تخش المجال ده ولا لا؟ اولا لازم تكون بتحبه جدا، لانه مجال صعب تشتغل فيه وصعب تتعلمه من الاساس. وسبحان الله الرزق اللي ربنا بعته لي كان كبير الحمد لله، لكنه ده مش العادي. يعني مش العادي ان اي حد بيخش مواقع فريلانس بيشتغل من تاني يوم بالمبالغ دي. طيب هل انا بقول لك كده لاني مش عايز حد تاني يخش المجال؟ اكيد لا. فكره ان المجال يكبر ويبقى فيه شركات وفي ناس شغالين فيه كتير، ده يكبر الصناعه ويوفر فرص احسن. لكني بقول لك كده لان مجالات البرمجه كتير جدا، وفي منها اللي بيكسب $780 مجموع السنه تقريبا في شهر او اتنين بالكتير. فانت لازم تعرف ان المجال ده صعب جدا سواء في الشغل، لانه مش عندنا في الشرق الاوسط اساسا تقريبا. ولو انت واحد زيي بتكره الكالكولاس واللينير الجبرا والفيزيكس فهتواجه صعوبه مضاعفه اساسا. فلو انت ما عندكش مشكله في الحاجات دي ومهتم تتعلمه، الفيديو جاي ازاي تبدا طريقك في المجال ده. وقول لي برضو رايك لو انت حابب تشوف شرح عربي لمجال الجيم ديفلوبمنت وازاي تعمل العاب وكده. وبس كده. لو عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، انا دايما معاك في الكومنتات. وبس. سلام.